السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا متابعين قناتي وصفات روما وبناتها. النهارده جايه وجايبه لكم القمر اللي انتوا شايفينه ده، حاجه كده طعمها وهمي. هتغير خالص فكره الفطار التقليدي للبطاطس. والعظمه دي كلها كده هتبقى مكونين موجودين في كل بيت، هيبقى ميكس كده من الجبنه والبطاطس. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، سهله وبسيطه، صحيه جدا ومشبعه خالص. يلا بينا بقى نشوف القمر ده اتعمل ازاي. الوصفة ممكن تتاكل سخنة بعيش كده، وممكن تتاكل بالمعلقة. حابة بس كده اوريكم بقى شكلها. شايفين الجبنة مع البطاطس مع الريحة، بالاضافة لان هي صحية ومشبعة. معايا هنا 2 حبة من البطاطس متوسطين، غطيتهم بالمية، حطيتهم على النار هيتسلقوا سلقة كويسة. البطاطس سلقها ما بياخدش وقت خالص، ممكن بس 10 دقايق هتتسلق واطفي عليها النار. بنعرف ان البطاطس استوت ازاي، بنختبرها كده. شايفين ساعه ما فصلت عن بعضها كده خلاص بنعرف انها استوت، وبنقفل النار عليها. بعد ما طفيت على البطاطس حطيت لها ملح وفلفل وكمون، وهبدا اهرسها كويس كده. بعد ما هرست البطاطس كويس جدا بالهراسه، هنا عندي طاجن مدهون بالزبده، هبدا بقى احط له البطاطس المهروسه. بعد ما حطيت البطاطس المهروسه في الطاجن وسويتها كده، هبدا بقى اقول لكم هعمل ايه. انا هنا عندي ميكس جبن شيدر وموتزاريلا ورومي. ممكن نستخدم اي نوع جبنه، حتى لو جبنه قريش، حتى لو جبنه بيضه، علب، جبنه مثلثات، اي نوع جبنه ميكس عندك. هنمكسهم مع بعض ونخلطهم كويس، وبعد كده نحطهم على البطاطس. هنا الطاجن بقى جاهز معايا بعد ما حطيت له ميكس الجبن. مشغله الفرن على درجه حراره 180. هدخل الطاجن الفرن، هتسيح الجبنه على البطاطس، يخرج من الفرن اوريهولكم. وده كده بيبقى شكل الطاجن اول ما بيطلع من الفرن. تخيلوا ان العظمه والجمال ده كله هيبقى مكونين بس، ومكونين موجودين في كل بيت، يعني مفيش بيت بيخلو من المكونين دول اطلاقا. الوصفه سهله وبسيطه، ومفيش مخدتش دقايق. اتمنى الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم، ولو عجبكم الوصفه ياريت لايك للفيديو واشتراك في قناتي وصفات روما وبناتها. تحياتي، هتوحشوني، باي باي.